وقف لحظة، عايز أقولك على أهم 5 حاجات علشان ما تشتكيش من أسنانك في العيد، والأخيرة مهمة جدا. الأولى امضغ اللحوم كويس جدا، والأهم ببطء. التانية اغسل أسنانك بعد الأكل ب20 أو 30 دقيقة. التالتة اشرب مية كتير، بتساعد على ترطيب الفم وكمان إزالة الرواسب والدهون العالقة. الرابعة لو انت شخص عندك تركيبات أو مركب تقويم، خد بالك عشان اللحوم لو فيها عظم أو في دهون ليفية ممكن تضر التركيبات وممكن توقع التقويم وممكن تتسبب في مشاكل في اللثة. الأخيرة والمهمة جدا هو خيط الأسنان اللي لازم نستخدمه بعد الأكل، خصوصا بعد اللحوم والألياف والحاجات اللي بيكون سهل جدا إن هي تدخل ما بين الأسنان وبعضها. ودايما بداية انتشار التسوسات في معظم الأحوال بتبدأ من المسافات البينية اللي بتكون موجودة ما بين الأسنان، والأماكن دي سهل جدا يدخل فيها بقايا اللحوم وبقايا الألياف. فناخد بالنا كويس جدا ونستخدم الخيط، بيقي من التسوس في الأماكن دي وبيوفر عليك كتير جدا. وده كان باختصار بدون إن احنا ندخل في تفاصيل كتير، ولكن الوقاية خير من العلاج. أسنانك تستاهل اهتمامك. وعيد سعيد عليكم ودمتم بخير.